السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، يا أهلا وسهلا بكم. النهاردة أعزائي المشاهدين إحنا في السيدة عيشة في شارع الكردي. طبعا أنا كان نفسي النهاردة أكلمكم عن السيدة عيشة وأكلمكم عن الشارع اللي أنا فيه، بس أنا النهاردة هنمشي شوية في الشوارع الجديدة والطرق الجديدة والكباري الجديدة، وهنوصل مع بعض لغاية مدينة نصر، يعني قرب التجمع الأول كده عند عماير الشرطة، عند اخر كده تقدر تقول عند اخر زهراء مدينة نصر. كل ده هناخده ان شاء الله لف كده. والنهارده ان شاء الله انا هكلمك، او الفيديو ده انا هتكلم فيه عن اخر ما تم في البيان الصحفي الخاص بصندوق النقد الدولي. طبعا الوفد بتاع الصندوق جه وقعد مع الحكومة المصرية، وخلاص يعني يعتبر الموضوع منتهي. بس في شوية حاجات كده يعني لازم نبقى عارفينها، علشان بس نبقى فاهمين الدنيا هتبقى ماشية الفترة اللي جاية ازاي بعد الاجتماع اللي حصل مع الحكومة المصرية. اولا عزيزي المشاهد، صندوق النقد الدولي نزل بيان صحفي هقول لكم عليه كمان شوية، وهقول لكم على ايه النقط يعني اللي تشمله. بس خليني الاول اقول لك ان الفترة اللي جاية الحكومة المصرية مش هيكون ليها اليد العليا في تدوير الاقتصاد المصري. مفيش الكلام ده خلاص كده. صندوق النقد الدولي حط شروط وحط خطة ولازم الحكومة المصرية تمشي عليها، وده طبعا هيكون عكس الخطة اللي كانت ماشية بيها الحكومة المصرية تماما. وطبعا الخطة اللي كانت ماشية بيها الحكومة المصرية وصلتنا اننا بقى عندنا عجز في الميزانية قيمته 5 مليار دولار. وطبعا وصلنا لمرحلة اننا مش عارفين لا ناكل ولا نشرب ولا نشتري اي حاجة. علشان كده انا شايف من وجهة نظري الشخصية ان دي مش عارف بصراحة، يعني انا مش عارف اذا كانت دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة، وهقول لك ليه كمان شوية. بس خد يعني ايه نايبك صبر كده وما تستعجلش. عاوزك بس تعرف ان الفترة اللي جاية اللي هيكون فيها سايق الاقتصاد المصري هي قرارات صندوق النقد الدولي. معايا حضرتك؟ طبعا كده ده طريق الاوتوستراد يا جماعه، الطريق اللي انا همسكه ده طريق الاوتوستراد. طبعا انا هلف وهرجع تاني، وبعد كده هندخل خليها مفاجاه كده واحنا ماشيين، هنتفرج مع بعض على الطرق الجديده وهنشوف هنوصل في قد ايه لمدينه نصر. يعني اعتقد ان شاء الله ممكن 25 دقيقه 30 دقيقه من المكان اللي انا كنت فيه من السيدة عيشة يعني. تمام. طيب طيب ليه صندوق النقد الدولي عمل كده؟ يعني ليه حط قرارات وهو اللي هيبقى سايق الاقتصاد المصري؟ تفتكر ليه؟ اكيد طبعا علشان يضمن ياخد فلوسه. وخليك فاكر عزيزي المشاهد ان القرض قيمته 3 مليار دولار متقسمين على 8 اجزاء، كل سنة فيها جزئين، ونهاية القرض 2026. طبعا الحكومة لو وافقت على الشروط دي صندوق النقد الدولي هيعمل تسهيلات لمصر بقروض تانية من دول تانية قيمتها 14 مليار دولار. طبعا النهاردة سعر الدولار 29 جنيه ونص، وده طبعا رقم كبير جدا 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 جدا. احب بس اطمنك ان السعر ده مش هيستمر كتير يعني، وده اللي اتقال في البيان الصحفي لصندوق النقد الدولي، يعني ده مش كلامي. ولو انت حضرتك فاكر ان انا في الفيديو ده هقول لك ايه اللي هيحصل بعد كده، فلا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، فاهمني؟ فانا بقول لك بس القرارات اللي صندوق النقد الدولي اللي قالها. وكمان يعني ده او اللي انا بقوله لك ده مش رايي، زي ما قلت لك دي قرارات صندوق النقد الدولي. يعني اكيد انا مش هطلع اهري يعني زي ما الرئيس قال بطلوا هري يعني. فاللي انا هقوله لكم ده يا جماعه ده مش رايي انا، ده كلام صندوق النقد الدولي والشروط بتاعته. هقول لكم دلوقتي على الشروط كلها. كمان عندك الصندوق قال لك النتيجه لو الشروط دي حصلت ايه اللي هيحصل، وخد بالك هو هيراقب التعهدات اللي الحكومه قالت لا، اللي هي الحكومه قالتها. يعني الصندوق هيراقب التعهدات اللي الحكومه خدتها على نفسها وقالتها ووافقت عليها كمان.
يعني هو ايه، هو هيراجع مرتين في السنة، مرة في شهر 9 ومرة في شهر 12. على فكرة الكلام اللي بقوله لك ده مش هتلاقيه لا على قناة تلفزيونية ولا حتى فضائية ولا إذاعية، لأن ببساطة محدش يقدر يطلع أو محدش يقدر يطلع الكلام ده ويطلع يقول الكلام ده. وعلشان الكلام يبقى واضح أنا بقول لكم اللي حصل لا أكتر ولا أقل. قرار رقم 1: رفع الدعم تماما فيما عدا الغذاء والصحة والسولار. يعني الدعم هيترفع تماما، مش هيبقى فيه دعم من الحكومة، مفيش حاجة اسمها فلوس رايحة للدعم، ومحدش يقول دول هيتحكموا فينا. ده مش تحكم. بالبلدي كده الصندوق بيقول لنا انتوا مش عارفين تظبطوا اقتصاد البلد بتاعكم، وانا هقول لكم تعملوا ايه علشان الاقتصاد بتاع الانت يرجع يتعدل يا انت. قرار رقم 2: تحرير سعر الصرف تماما بدون اي تدخل حكومي. يعني ايه بقى؟ يعني مفيش حاجة اسمها الدولة هتقول ان الدولار يقف عند ايه وينزل عند ايه. تمام؟ 3: ضمان من الدول العربية بعدم فك الودائع اللي ليها بقيمة 28 مليار دولار ولغاية 2026. واخد بالك انت من الحتة دي؟ يعني رغم كل الشروط اللي هي حطتها الصندوق، الا انه برضو قلقان وخايف، خايف ما ياخدش فلوسه. وعلشان يسدوا القلق ده قالوا خلاص يا جماعة شوفوا اخواتكم العرب يضمنوكم. طيب هيضمنونا ازاي يا جماعة؟ طيب قال لك هم ليهم ودائع بقيمة 28 مليار دولار، ما يجوش جنب الودائع دي لغاية 2026. والغريب حضرتك بقى ان الدول العربية كلها وافقت. تحية من جمهورية مصر العربية الى كل الدول العربية، مع ان انا مش عارف القرض ده يعني كويس ولا وحش للبلد، بس يعني ايه، يعني كل الدول العربية وافقت انها تضمن مصر علشان تاخد القرض ده وكل التسهيلات دي. ليه بقى؟ علشان البلد ما تخربش، لان من غير القرض ده والتسهيلات اللي هيقدمها يعني الصندوق لمصر، احنا ما كناش هنعرف ناكل ولا نشرب الكام سنة الجايين دول خالص. تمام؟ طبعا انا لفيت ورجعت من غير ما اقول لك انا فين. طبعا الدخله اللي جايه دي يا جماعه ده طلعت المقطم، وكده ده طريق الاوتوستراد. طبعا انا هطلع دلوقتي محور جيهان الجديد، اللي هو يعني زي هنطلع كلنا طالعين المنشيه ومساكن سوزان، بس احنا هنقطع ده كله بقى من الطرق الجديده. يعني النهارده انا واخدك افسحك في الطرق الجديده. البيان رقم 4 أو القرار رقم 4: إدارة النظام الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي. ده برضو شرط من ضمن الشروط، ومعناه إن هيكون في مراقبة. يعني شوف حضرتك، هم مش هيجوا يشغلوا البلد، لا، هو هيكون في مراقبة على النشاط اللي بيحصل طبقا للشروط دي. طبعا المراقبة دي زي ما قلت لك هتكون موجودة مرتين في السنة، مرة في شهر 9 ومرة في شهر 12. كمان في شرط كمان، الشرط اللي جاي ده بصراحة يعني عجبني: ترشيد الإنفاق الحكومي لكل الوزارات. يعني إيه بقى الكلام الجميل ده أو إيه البيان ده؟ ترشيد الإنفاق الحكومي لكل الوزارات. هقول لك، ما أنا أكيد مش هسيبك كده، يعني لازم أفهمك. يعني مفيش مرتبات خزعبلية، يعني مفيش حفلات وسهرات وزيرو بقي، مفيش مراسم تتويج ومش عارف ايه، مفيش سفريات على حساب الدولة ومش عارف مين رايح ومين جاي وده ابن خالتي وده ابن عمتي ومش عارف فين. الغي يا باشا الكلام ده كله، فيما عدا وحط تحتها مليون خط الحاجات الضرورية بس. الحاجات الضرورية دي اللي هي بتاعت ايه بقى؟ اللي هي تابعة لوزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية. الحاجات الضرورية بس للتلات وزارات دول، ومش عارف ليه بصراحة وزارة الداخلية ووزارة الخارجية يعني. غير كده مفيش. انا كنت عامل كده بس كل المرتبات الخزعبلية والمكافآت الملتوية والحوافز البر مائية ومش عارف مين اللي طالع فين، كل الكلام ده يا باشا انتهى.
وما تجوش تحنوا بعد اذنكم علشان ما بقاش في منه. خلاص الصندوق قال لك انا لو لقيت في اي مراجعه من المراجعات الكلام اللي احنا شايفينه حاليا ده في الميزانيه بتاعتكم، احنا هنوقف القرض تماما. مش بس كده، لا، وهنلزمكم باسترجاع المبلغ اللي انسحب من الصندوق فورا. يعني انا عاجبني الكلام بصراحه، انا عاجبني الكلام كده يا جماعه. انا نسيت والله احنا في منشيه ناصر. ده برضه يا جماعه طريق الاوتوستراد، بس الشارع اللي احنا فيه اسمه المنشيه. طبعا قدام شويه كده هنلاقي محور جيهان، هنطلع محور جيهان بقى ونمسك بقى الطريق الجديد، وننزل بقى كام طريق من الطرق الجديده الجميله اللي احنا انتوا ما اتفرجتوش عليها بصراحه يعني، فانا هفرجكم النهارده ان شاء الله عليها. دي محطه اعتقد، والله ما فاكر اسمها ايه يا نهار ابيض. احنا كمان عدينا القلعه، كان نفسي افرجك على القلعه واعرفها لك، وطلعت المقطم، او قلت لك انا ورا على طلعت المقطم. طلعت محور جيهان يا جماعه الجديد قدام شويه، محور جيهان السادات. محور جميل بصراحه، وقصر مسافه كبيره جدا عشان رايح مدينه نصر، التجمع، القطاميه، الدائري، معادي، اي حته من القاهره الجديده او دائري والكلام ده كله قطع الطريق بصراحه. قصر مسافه كبيره جدا، مشوار كنا بناخده في ساعتين 3 بقينا بناخده في نص ساعه على حسب. هو ده دي الطلعه بتاعته يا جماعه. طبعا ليه طلعه تانية من عند من المدافن، يعني شايف هو جاي منين، شايف الحته على الشمال دي الطلعه بتاعته، دي الطلعه الثانيه، او دي الطلعه الاولانيه والطلعه اللي احنا عليها دلوقتي دي الطلعه الثانيه. تمام. القرار او الشرط رقم 6 هو تأجيل المشاريع الحكوميه التي لم تبدأ ويوجد بها مكون دولاري. تأجيل المشاريع الحكوميه التي لم تبدأ ويوجد بها مكون دولاري. هقول لك يعني ايه. طبعا زي ما احنا عارفين كل حاجة فيها مكون دولاري، ما احنا لا بنصنع ولا بنصدر ولا مش عارف ولا اي حاجة بنعملها. فعلشان ما نضحكش ما نضحكش على بعض ونكون متفقين. يعني انا لو عندي مثلا جنينة وعاوز اجيب فيها مكن اللي هو مثلا بيرش المية ده، اللي هو بيرش المية ده، هجيبه منين؟ هستوردها اكيد، يعني هتبقى كده مكون دولاري. انما لو بتتصنع هنا مش هتكون مكون دولاري. لو باخدها من مصانع مصريه، مكونات مصريه او خامات مصريه، وانا اللي بصنعها هنا، مش هتكون مكون دولاري. يعني من الاخر كده كل المشاريع اللي الحكومه كانت بتعملها او حطاها في خطتها للكام سنه اللي جايين دولت مفيش. يعني 23 و24 و25 و26 مفيش. والمشاريع اللي هتتعمل هي بس اللي هيكون مفيش فيها مكون دولاري. اعتقد ان يعني دلوقتي جه الوقت اننا نعمل مشاريع تكون بانتاج او بخامات محليه ويكون بناتج محلي 100%. يعني انا اعتقد ان تكلفتها هتبقى في مصر عاليه. يعني المنتج اللي بنشتريه من بره مثلا لو تكلفته 10 جنيه، هنا ممكن عشان على ما نخلصه ونعمله يبقى تكلفته مثلا 20 جنيه. انا ما عنديش مشكله يبقى ب 20 جنيه، بس يبقى طالع بجوده، طالع مخدوم صح، الفينش مظبوط، تبقى حاجه تعيش، مش حاجه اخدها وبعد اسبوعين 3 تبوظ واروح اشتري غيرها وهي اصلا غاليه. ده ما ينفعش يا جماعه. فاعتقد ان ده الوقت ان احنا نعمل فيه مشاريع تكون بانتاج او بخامات محليه، ونتقي ربنا بقى في شغلنا بقى وفي انتاجنا عشان خاطر ربنا يكرمنا ويرزقنا والبلد تقف على رجليها تاني. وده طبعا اللي كان نفسنا فيه علشان الشباب تشتغل وتصنع وتنتج. وبرضو يعني ده اللي فرضه صندوق النقد الدولي على الحكومه، وانا شايف بصراحه ان دي حاجه كويسه ومش حاجه وحشه. يعني ان هو يمنع، يعني هو كده منعك انك تستورد حاجه للمشاريع الجديده اللي انت هتعملها او المشاريع اللي انت هتعملها او اللي شغاله. يعني ما تستوردش حاجه بمكون دولاري. رقم 7 تحرير سعر الوقود والغاز. يعني لو الدولة بتدعم البنزين والغاز دلوقتي هيتم رفع الدعم عن البنزين والغاز.
يعني كده في الفترة اللي جاية اعتقد في زيادة في اسعار البنزين والغاز، الغاز اللي بيجي لك في البيت والغاز اللي بيتحط في العربية، كل ده سعره هيرتفع، والبنزين برضو سعره هيرتفع. لكن السولار بتاع النقل والمواصلات هيكون مدعوم عادي، والصحة والغذاء والتموين مفيش مشكلة ان الحكومة تدعمهم برضو عادي، علشان بس الناس تقدر تعيش. يعني عزيزي المشاهد من الاخر كده، علشان الطبقة الفقيرة اللي هي بتعتمد على الجاز في المواصلات، زي نقل الاكل والفاكهة والتموين، اللي هي طبعا معتمدة عليه، اللي هي الطبقة الفقيرة بتبقى معتمدة عليه، اللي احنا منها يعني، دول الحكومة هتدعمهم عادي، مفيش اي مشكلة خالص. ده يا جماعة الطريق الجديد ده كده اخره، طلعنا على التجمع الخامس، طريق المشير، شارع التسعين، داون تاون، كايرو فيستيفال. طبعا بقى لو دخلنا يمين كده من قدام شوية، لسه نازلة قدام، لو دخلنا منها يمين الطمية بقى والمقطم والفردوس، حتت كتير قوي. الشرط رقم 8، السماح لمصر بقروض أخرى من منظمات أخرى بقيمة 14 مليار دولار. يعني أنت تمشي معايا مظبوط أسهل لك الدنيا. ده برضو من ضمن الشروط، اللي هو إيه؟ يعني زي ما أنا بأس عليك، بس برضو هفتح لك سكة تانية علشان تاخد قروض تانية، علشان تقدر تعمل مشاريع تانية بإنتاج محلي، علشان تقدر تصدر ويبقى ليك إيراد من العملة الصعبة، وما تجيش يا حبيبي تاخد قروض تانية. عزيزي المشاهد، انا حبيت صندوق النقد الدولي. شايف المول الجامد اللي على ايدك اليمين ده؟ اهو ده هيحتاج مكون دولاري عشان يتفنش، محتاج مكون دولاري، فانا اعتقد ان هو هيفضل واقف كده لغايه 2026. يا اما بقى مستثمرين هخش بنزينه. لو ده مشروع حكومي، يعني لو ده مشروع حكومي هيقف، مش مشروع حكومي هيكمل. استاذنكم بس اخش محطة الغاز، افول العربية قبل الغاز ما يغلى، ونرجع نكمل تاني اعزائي المشاهدين مع بعض. ثانية واحدة بس اخش اقف جنب المحطة كده واسنطر نفسي عشان احط غاز. اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني. انا حبيت صندوق النقد الدولي زي ما قلت لكم من شوية، ده خايف عليا يا جماعة وعاوز مصلحتي وعاوزني امشي صح. انت واخد بالك انت عزيزي المشاهد ولا انت مش هنا معايا؟ بس هو يعني هو عايزني امشي صح علشان يضمن ان هو ياخد فلوسه، وهو مش لله وللوطن يعني، وعلشان هو ياخد فلوسه يبقى انا همشي صح، يبقى الاقتصاد ان شاء الله هيتظبط. وده اللي كنت بتكلم فيه في فيديوهات تانية. عايزين نشتغل، عايزين ننتج، عايزين نصنع، عاوزين نزرع، عاوزين نصدر. يلا بقى اهو جالك اللي ما بيرحمش، وهتعمل اللي كنت بقول لك عليه غصب عنك. علشان ايه؟ علشان الاقتصاد يتظبط، وعلشان ما يبقاش فيه بطالة، وعلشان ما يبقاش فيه تضخم، وعلشان برضو قيمة العملة بتاعتك تبتدي تشم نفسها وتطلع شوية. يعني احنا تعبنا من اكل الجبنة، عايزين نغير بقى، عايزين بطاطس، عايزين بيض، عايزين جبنه، عايزين حته ورك كده صغير، عايزين حته لحمه من الفخده كده يعني. الشرط رقم 9 يا جماعه، هتبيع جزء او كل من الشركات المصريه لصناديق خليجيه، والكلام ده يعني بقيمه 4.5 مليار دولار. يعني الكلام ده هيجيب لك 4.5 مليار دولار، والكلام ده يعني ده فعلا بدأ يحصل. زي ايه مثلا؟ عندك عشان بس الناس اللي يعني تبقى فاهمه، لان في ناس بتقول ده هيبيع الاصول المصريه، ده هيبيع قناه السويس، ده هيبيع سينا للامارات، ده هيبيع مش عارف ايه للكويت. لا حضرتك، مفيش الكلام ده. شوف حضرتك، الدوله بتمتلك شركات والجيش بيمتلك برضه شركات ملهاش اي علاقه ان هو يمتلكها، زي مثلا شركات زي شركات الوقود بتاعت محطات وطنيه ومحطات شيل اوت والحاجات الجميله دي. اجبروا ان هو لازم يدخلهم في البورصة عن طريق انه يبيع جزء كبير من الشركات دي للخليج. يعني صندوق ما شرطش عليك انك تبيعها لشركات اوروبية، قال لك لا ما تبيعهاش لشركات اوروبية علشان مش عارف ايه كده، بيعها لاخواتك اللي هم ضامنينك.
فلما هتبيع الشركات دي هتتحكم في 4.5 مليار دولار. وزي برضو الشركات الخاصة بالزيوت، الشركات اللي بدأت تقفل في الفترات اللي فاتت دي، الشركات دي ان شاء الله برضو هترجع تشتغل تاني، بس مش بفلوس مصرية بقى، لا هتكون بفلوس خليجية. انتوا فاهمين قصدي ايه ولا مش فاهمين؟ يا ريت يا جماعة تقولوا لي رأيكم، وهل الكلام ده مفيد فعلا زي ما انا شايف ولا الكلام ده هيضرنا؟ يعني انا مش عارف، انا نقلت لكم الصورة كاملة والبيانات والشروط اللي حاططها صندوق النقد الدولي عشان خاطر القرض اللي مصر هتاخده اللي هو ب5 مليار دولار عشان سد عجز الموازنة. فمش عارف يعني هل الحكومة خدت قرار صح بالموافقة على الشروط ده، على الشروط دي قصدي، ولا ده قرار غلط؟ مش عارف يعني، شاركوني بآرائكم. عندك القرار رقم 10 كده يا جماعة. احنا في طريق المشير عشان بس ما تتوهش مني، واللي على شمالنا ده المونوريل الجديد اللي هيوصل لغاية العاصمة الإدارية. طبعا هو بدأ يتفنش اهو ويتظبط وخلاص، يعني كلها كام شهر وإن شاء الله يشتغل. طبعا انا المفروض بقى اطلع الطلعة اللي جاية دي علشان امسك طريق الواحة، ومن الواحة اطلع على زهراء مدينة نصر. الدنيا سالكة وسهلة بسم الله ما شاء الله. احنا كده بقى لنا بتاع حوالي تلت ساعة في الطريق، يعني قدامنا سكة 4 دقايق 10 دقايق بالكتير قوي ونوصل، يعني ان شاء الله نص ساعة. حلو من السيدة عائشة لغاية مدينة نصر، زهراء مدينة نصر، اخر زهراء مدينة نصر كده عند عماير الشرطة. لا الوقت حلو يعني، احنا اخدنا انجزنا يعني. نرجع بقى للقرار رقم 10، عدم تفضيل الشركات الحكومية في المناقصات. يعني النهاردة حضرتك لما يكون عندك مناقصة او الدولة طرحة مناقصة مثلا علشان مثلا تعمل مشروع مستشفى، فمثلا متقدم 4 شركات، منهم شركة فيها 20% حكومي، كده كده مش هيبقى فيه شركات حكومية تاني عشان تبقى عارف يعني. ده كلام مؤكد ان شاء الله 100%، لان الحاجات الاستراتيجية دي ملهاش علاقة يعني، الا يعني الحاجات الاستراتيجية ملهاش علاقة بالكلام اللي احنا بنقوله ده يا جماعة. كده كده جاي من التجمع. يعني لو عندك 4 شركات منهم شركة حكومية او شركة فيها 20% حكومي، قال لك ان الشركة لو داخلة المناقصة ما يبقاش ليها تفضيل او ليها فرصة اكبر من الشركات التانية. التفضيل بس يبقى للخامات والسعر، تمام. طبعا الحاجات الاستراتيجية دي ملهاش علاقة بالكلام اللي احنا بنقوله. التفضيل هيبقى للخامات والسعر، او اختيار الشركة هيكون عن طريق السعر والخامات اللي هي هتشتغل بيها او اللي هتجيبها. واقتصاديا طبعا الكلام ده صح، مفيش حاجة اسمها علشان الشركة مني يبقى هي الأولى، ما بقاش فيه منه الكلام ده يعني، خلاص كده. اللي هيديني خامة كويسة وسعر كويس يتفضل، يتفضل في الأنتريه، غير كده اكسوا بره، ما ينفعش. يعني أنا شايف يعني إن كفاية كوسة ومحسوبية ولعب من تحت الترابيزة. زي ما قلت لك من شوية عزيزي المشاهد، احنا تعبنا من أكل الجبنة، وانا بصراحة عيان وكاشف وريقي ناشف. دي كانت الشروط يا جماعة، دول ال10 شروط اللي صندوق النقد الدولي شرطهم على الحكومة المصرية. حاجة كمان قال لك لو الحكومة المصرية مشيت على الشروط دي واحنا هنيجي نراجعها بعد شهر في شهرين، قصدي في السنة، يعني لو الحكومة المصرية دي مشيت على الشروط يا جماعة دي اللي احنا قلناها، واحنا جينا نراجع في شهر 9 وشهر 12 ونراجع كل المنشآت وكل القرارات وكل التحركات الاقتصادية، ونشوف مرتبات الناس اللي قلت والزيارات والمناسبات اللي اتوقفت وكل الكلام الجميل ده، قال لك ايه بقى؟ قال لك نتائج الكلام ده ان ديون مصر هتقل ابتداء من السنة اللي جاية. شايف العظمة اللي هنا؟ دي بنزينة وطنية يا جماعة على ايدنا اليمين، وده موقف العاشر الجديد، حاجة بسم الله ما شاء الله وهم. شايف المسجد اللي فوق ده؟ والله العظيم موقف وهم، اللي عمله أستاذ يستاهل الواحد يرفع له القبعة. انت معايا يا عزيزي المشاهد؟
دي مساكن الواحه يا جماعه، على ايدنا الشمال دي مساكن الواحه. كده انا طالع على زهراء مدينه نصر بقى. اخر الشارع ده زهراء مدينه نصر. كنت بقول لك ايه؟ قال لك ان الحكومه المصريه لو مشيت على الشروط دي، واحنا جينا رجعناها في شهر 9 وشهر 12 وشفنا كل المنشآت والقرارات، وراجعنا كل القرارات وكل التحركات الاقتصاديه، ونشوف مرتبات الناس دي قلت ولا ما قلتش، والزيارات والمناسبات اللي اتوقفت دي هل اتوقفت ولا لا، وكل الكلام الجميل ده. قال لك ايه بقى نتائج الكلام ده؟ ان ديون مصر هتقل ابتداء من السنه اللي جايه. من اول هنا كده يا جماعه، ده زهراء مدينه نصر. كده انا رايح بقى على زهراء مدينه نصر واخر الشارع. وقال لك كمان هيكون في استقرار لسعر الصرف، يعني العمله سعرها هيكون واضح وصريح. شوف حضرتك يمين الجاي ده المحكمه العسكريه، عشان لو هربان من الجيش ولا حاجه تيجي تخلصه لك هنا، اللي هو يمين اللي فات ده. ايام سوري، عندي دور برد هيموتني، عشان لسه بقول لك عيان وكاشف وريقي ناشف وعندي برد. قال لك هيكون في استقرار لسعر الصرف، يعني العمله سعرها هيكون واضح وصريح. وده على فكره هيخلي المغتربين يحولوا فلوسهم زي الاول. طبعا المغتربين موقفين يعني المغتربين زي ما احنا عارفين موقفين تحويل بقالهم فتره كبيره، بسبب انهم مش شايفين استقرار لسعر العمله. انا اسف، شويه فوق شويه تحت شويه مش عارف ايه، البلد واقعه البلد طالعه البلد نازله، مفيش فلوس مفيش استقرار، الكلام ده. فطبعا هم مش عارفين هيحولوا النهارده والفلوس هتبقى بكام. فيقول لك لا انا استنى بقى لما الدولار يجيب اخره علشان استفيد وافيد اهلي. ما هو بيطلع يشقى ويتعب عشان خاطر مين؟ عشان خاطر هو واهله وعياله. فقال لك الصندوق ايه بقى؟ لو الشروط دي اتنفذت هيبقى عندك استقرار في تحويلات المغتربين، ودي هترفع معاك معدلات العمله الصعبه داخل البنك المركزي. وبعدين قال لك صادرات مصر هتزيد ابتداء من النص الثاني من 2023 بنسبة 25%، وفي 2024 بنسبة 35%، وفي 2025 بنسبة 45%، وفي 2026 بنسبة 60%. فده إن دل على شيء فهو يدل على إنك هتغطي احتياجاتك من العملة الصعبة في خلال ال3 سنين اللي جايين، ومش هتحتاج انك تاخد قروض تاني خالص. طبعا الكلام ده انا اشك فيه. والصندوق ده مش عارف يعني هو عايز ايه، يعني هو فعلا عايز مصلحتنا، ولا هو عايز يدبسنا في قروض تانية، ولا هو عايزنا شغالين معاه على طول، ولا هو عايز يعني الصندوق ده انا ما شفتوش بصراحة، مش عارف. هو كتر خيره ان هو بيدينا فلوس ماشي، وبياخد ضمانات كمان، يعني هو مش لله وللوطن، بس هو مش عارف، يعني هو مش مرتاح للكلام ده بصراحه. عموما احنا في 2023 اهو، هنستنى السنه كلها، مش هنستنى نص سنه او 6 اشهر او 7 اشهر، احنا هنستنى السنه كلها نشوف هل الكلام ده فعلا هيتحقق، ومعدل العمله داخل البنك هيزيد، والصادرات هتزيد. هو قال لك ابتداء من النص الثاني من 2023 هتزيد بنسبه 25%. فاحنا هنصبر بقى السنه كلها، مش هنصبر نص سنه زي ما قالوا، لا يا عم، احنا هنصبر السنه كلها لحد اخر 23 ونشوف هل الكلام ده حقيقي ولا لا. هي هتبان من اول سنه. اخر السنه لو ما فيش حاجه حصلت من الكلام ده كله يبقى بلح، ما فيش حاجه، كله كلام في الهجايس، والقرشين جم دخلوا اتحطوا في جيوب البني ادمين وخلاص، ويبقى الوضع على ما هو عليه، ونتداين اكتر ما احنا مديونين. بس يعني خير، نتفائل خير يا جماعه، وبلاش الاحباط اللي انا فيه ده. مش عارف. طب عزيزي المشاهد، انت معايا وواخد بالك من الكلام؟ يعني معايا واخد بالك من الكلام ماشي ازاي، ولا مش واخد بالك؟ برضو من ضمن النتائج اللي قال عليها صندوق النقد الدولي ان مصر هتسد عجز الميزانيه اللي هو بقيمه 5 مليار دولار، وهو ده السبب الرئيسي طبعا ان مصر تقدم على قرض من صندوق النقد الدولي، انها طبعا تسدد عجز الميزانيه. لان لو العجز ده ما كانش اتسد ما كناش هنعرف لا ناكل ولا نشرب، وكان هيبقى عندنا مشكله اقتصاديه صعبه جدا اكتر من اللي احنا فيها طبعا على فكره. لان يعني على فكره انا مش مع ولا ضد، يعني انا بشرح لكم الموقف علشان ممكن الفتره اللي جايه يبقى فيها كلام كتير مش مفهوم، ولغايه ما الحكومه يعني ترشح حد كاريزما كده ينقل لنا الكلام ويفهمنا الدنيا رايحه فين. ان شاء الله لو عشنا وكان لنا عمر ولغايه ما ده يحصل انا هكون معاكم وهنقل لكم الاخبار.
واشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.